إذا حبيتي الملفاي يجيك بهذه الطريقة وتستغني تماما عن شراء الملفاي من برا، راح إن شاء الله تشوفيه معايا في هذا الفيديو. فقط تابعي معايا الفيديو للآخر وراح إن شاء الله تشوفوا معايا كامل أسرار الملفاي في هذا الفيديو. فقط ما تنساوش تصلوا وتسلموا على الحبيب المصطفى، واللي مازال ما اشتركش معايا في القناة فضلا وليس امرا ابوني مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. راح ان شاء الله نبداو على بركه الله بالمقادير. انا واش عندي؟ راح نبداو قبل بالكريمه. الكريمه هي اساس تاع الملفاي، راح نديوها بكريمه اقتصاديه بلا بيض. والعجينه المورقه ما حبيتش ندير لكم باسكو الفيديو يجيني طويل بزاف. الوغ أنا خادمة معكم عدة أشكال تاع العجينة المورقة بعدة وصفات، راح إن شاء الله نخليكم في صندوق الوصف. تبعوا فقط المراحل وراح تحصلي على أروع عجينة مورقة. راح إن شاء الله نبداو كما قلت لكم بالكريمة. أنا ديت هنايا كاس كبير تاع الحليب. أنا ما عنديش الحليب، درت اللحظة مع الماء، ولا عندك الحليب ديري الحليب، ما كان حتى مشكلة. هي القاعدة تاع الكريم باتيسير، كل كاس حليب تقابلوا مغرف معمرة تاع النشا وزيدي معها مغرف تاع السكر. انا حبيتها تجيني شويه ثقيله. المهم عندي راح نخدمها نزيد لها الشونتي. تقدري تستغني على الشونتي، كان اللي تحب كما كنا نقولوا زمان الملفاي هذيك لا كريم باتيسير زمان كنا نقولوها البطاطا اللي عاشوا هذيك المرحله. خلوا لي في التعاليق مرحله الجيل الذهبي. نعاود لكم، ديت كاس تاع الحليب، درت معاهم مغرف تاع السكر. كما كنتو تشوفوا انا المغرف الثماكينه ما كنتش عمرتها، نحست عليها شويه ودرت عليها مغرف معمره عمريها تاع المايزين. ديري مغرف تاع نص مغرف عفوا تاع الزبده. انا ندير كلشي على ضربه بارد في بارد، وعاودي روحي ديريها على النار وراكي تخلطي، ما تغفليش عليها على نار متوسطه حتى اللي تولي عندك كريمه ثقيله كما راكي تشوفي. زدت عليها مغرف معمره تاع لافاني باش تعطينا هذيك البنه. نخلطوها ونديرها في الطبسي ونغطيه بفيلم اليمونتير يلامس السطح ونديرها في الثلاجه باش تبرد معنا. هاد الكريمه كي تبرد راح تجمد. وكما قلت لكم تقدروا غير هكا وتخدموا بها. اللي ما تحبش لا شونتيي فقط كي تبغي تخدمي بها وتكون بارده مليح ضربيها بالباتور، ما كان حتى مشكله. والاكل يبقى اذواق، كل واحده والذوق تاعها. كاين اللي تحب لا شونتيي وكاين اللي ما تحبش لا شونتيي. انا راح نخدمها بغبرة الشونتيي. شوفوا انا هنايا الطبسي فرغتها كامل هذيك الكريمه شغل ايطالي تاع هذاك لو بلا، ورايحه نغطي فيلم اليمونتير كما قلت لكم باش ما تديرناش القشره، ورايحه نديرها في الثلاجه. وهنا تقدري تخدميها الليله قبل ولا تخدميها الصباح وفي العشيه، المهم اعطي لها وقتها باش تبرد معك. من جهه اخرى كما قلت لكم انا عندي العجينه المورقه وكنت مخبيتها. هذه خدمتها من شهر رمضان، كانت باقيه لي دي مورسو. كنت خدمت واحد وهذا راني نخدم به. رايحه نفتحها، وكما قلت لكم العجينه المورقه تقدري تخبيها في الفريغو حتى ل6 اشهر، ما راح يصير لها والو باسكو ما فيها لا حليب لا خماره لا والو. المهم انا اديت العجينه وبديت نحلها بالحلال كما راكم تشوفوا ونرشها بالمايزينا. انا ما نستعملش الفارينه، نحب ندير المايزينا راح تعطي لها قوام بزاف هايل وتجينا ملسه. شوفوا بديت حليها على شكل مستطيل. شوفوا معايا بعد اللي تكوني حليتيها كما قلت لك على شكل مستطيل، حاولي انك تنحي لها هذوك الحواشي باسكو هذوك ما يجوش مورقين. انايا توجور نحيوهم. انايا راح نديرها ورقه. شوفوا ما تخشنيهاش بزاف وما تركياش، تكون رايحه ناقصه شويه. انا درتها على سنيوه ما تدهنيها ما ديري لها والو باسكو لاباط فيتي فيها كميه كبيره من الدهون. ورايحين نثقبوها. ثقبيها قد ما تقدري. الا كانت عندك هذيك لاباراي اللي تثقب هذيك راح تساعدك بزاف. انا غير بالفرشيطه ورايحه نثقبها ثقوب بزاف. شوفوا هنا درتها حتى طالعه الفوق، ومن بعد كي طيب راح تتكمش، ما كان حتى مشكله. انايا درت عليها بابي كويسون. شوفوا ودرت عليها لو بلا. انا ما عنديش بلا كيفو. درت هذوك لي شيت اللي بقاو زدتهم درتهم فوق هذيك السنيوه باش يطيبوا معنا باسكو راح توجور يزيدوا لي شيت نحب نديرهم ان ديسير. وكما شفتوا شوفوا انايا راهي طابت معايا وتحمرت. ما تخليهاش تتحمر بزاف.
بون انايا هنايا راح اديت هذه القطعه، ضروري انك ديري قطعه تاع الحديد باش تقصص لك كي من هكا. بون انا حابه ندير ان ديسير وندير الملفي. الا كنتي حابه ديري فقط الملفي قطعيه بهذه القطعه قبل ما تطيبيها. خدمي دوائر كيما لي صابلي وطيبيهم، ما كان حتى مشكله، فقط ثقبيهم. بون انا نبغي ندير هذه الطريقه لانهم في الدار يحبوا هذا الديسير تاع الملفي باسكو راح يزيدوا لك لي شيت. بون انا نكمل ان نقطع كامل هذه الدوائر وراح نحط الدقيق. كيما شفتوا معايا وسمعتوا القرمشه، هاد لاباط فيتي تجي خفيفه ريشه وتجي مقرمشه. فتتها كامل ودرتها في بول وخليتها بجي. شوفوا انايا زيدوا لي هادو ما حبيتش نديرهم دوائر، حبيت نديرهم ملفي عادي، وعندي الدوائر اللي حنخدم بهم الملفي. بون الكريمه تاعي انا هنايا راهي بردت، راهي غايه، راح نديرها في بول ولا طاس اللي راح تخلطي فيه. كما قلت لكم هنا الا حبيتي ما ديريش لا كريم شونتي ما ديريش، ضربيها فقط بالباتور واستعمليها. بون انا راح نديرها بالشونتي، راح ندير تقريبا مغرف ونص معمره تاع شونتي. بون درت المغرف ونزيد تقريبا نص مغرف باش تجيني كريمه ثقيله وشابه. راح نخلطها بالباتور. شوفوا خلطيها بالباتور. هنا ملاحظه، الا جاتك الكريمه ثقيله زيدي عليها الماء. انا ما نحبش ندير الحليب في لي كريم اون جينيرال باسكو تقدروا ما تاكلوهاش نهار الاول، تقدروا تاكليها نهار الزاوج الثالث، سا ديبون. المهم نيفيتيو كامل الحليب باسكو كيما نعرفوا الازمان تاع الصيف والحليب يفسد معانا. بون انا هنايا نكمل. انا درت حبات سبقتهم وراح ندير معكم. شوفوا تحكمي هذيك لا كريم بالمغرف وديري طبقه ولا كميه تاع الكريمه ونديروا عليها الديسك الزاوج تاع لي ميلفوي بهذه الطريقه. ونزيد بون هادو الاوراق تاع الملفي كي يطيروا معاك غير نحيهم باسكو راح يخسروا لك الكريمه. شوفوا ديري الطبقه الثانيه تاع الكريمه وديري الدائره الثانيه بهذه الطريقه. اضغطي عليها قليلا باش تخرج لنا هذيك الكريمه الزائده كيما نديروا في لي صابلي، ما كان حتى فرق. شوفوا ولا تقدري تستعملي البوش، استعملي البوش ما كاينش مشكل. ندير الطبقه الثانيه ونزيد الكريمه هنا على حساب الكميه اللي عندك. حبيتي تكفري الكريمه كفري، تنقصي نقصي. شوفوا اضغطي عليها بهذه الطريقه ونزيد هادو تاع المربعات. شوفوا هذه راح تنحي لي زوج حبات تاع ملفي. ندير الكريمه كيما درنا في الدوائر هذوك، ندي كميه تاع الكريمه وندير الطبقه الثانيه تاع الملفي ونزيد كريمه ونزيد الطبقه الاخيره. فقط ملاحظه هنا الطبقه الاخيره ديريها على الجهه اللي طابت عليها باسكو هذيك مش راح تتفتت معك. هنايا زدت الطبقه الثانيه ندير الكريمه ونزيد الطبقه الاخيره. شوفوا بهذه الطريقه. هنايا ملاحظه كان اللي يحب ملفي تاع الليمون ديري ليكستري تاع الليمون، راح يعطيك هذاك اللون ويعطيك البنه تاع الليمون. وإلا حبيتي تستعملي القارص ديري الماء زيدي عليه شويه تاع القارص. هنايا راح نخليها تجي نكمل انا كامل وراح نديرهم يبردوا. وقبل هذا نضغط عليهم. شوفوا ديري عليهم حاجه تكون ثقيله وضغطي عليهم باش فقط الكريمه تلصق لنا في هادو لي فوي تاع الدوائر تاع الملفي. شوفوا ومن بعد رايحه نحي هادوك الزوائد تاع الكريمه. شوفوا معايا هنايا تبداي كيما نديروا في لي صابلي. هنا شوفي تبداي ديري هكا
باسكو من بعد هادو راح نفينيوهم بهذاك الفتات تاع الملفاي. شوفوا كامل الكريمه اللي زايدت ديري لها بهذه الطريقه، وضروري انك ديريهم في الثلاجه باسكو راه زمن تاع سخانه ورايحين الكريمه تسيح معك. انا نغسل يديا ونكمل كامل هاد الحبات اللي بقاو ونروح نحطهم في الفريجيدير. من جهه واحده اخرى كما قلت لكم انا زايد لي هاد الفتات يحبوه بزاف هذا الديسير تاع الملفاي. جربوه الدراري راح يعجبهم بزاف، سيرتو هذوك اللي ما يحبوش يعبوا تاع الملفاي يبدا الكريمه تسيح معاهم. كاين هذاك الكونتاكت تاع السكر في الدرسه، كاين اللي ما يبغوش هذا الكونتاكت. المهم ديروا لهم هذا الديسير. انا صراحه ما صورتوش باسكو كملوه. بون ندير الطبقه الاولى تاع الملفاي ومن بعد ندير الكريمه، ندير الطبقه تاع الفتات الملفاي، حتى الطبقه الاخيره نرش فقط قليلا من هذا الفتات تاع الملفاي. وهنا الطبقه الاخيره كان اطفالي تليفون فقط هذاك الفتات رشيه من الفوق. والكريمه هنا راه فيها الحلاوه، ما تخافيش ما تجيكش صامته. ونروح نديرهم في الثلاجه باش يبردوا معنا ومنطون هذيك الكريمه تشد روحها. كما قلت لكم هنا التليفون على اطفالي. نورمالمون بعد اللي هكا ندير هذاك الفتات تاع الملفاي اللي بقى لي نديرهم في هذوك اللي فيغين. من جهه واحده اخرى عندي هادو بعد اللي شدوا رواحهم نبدا بهذه الطريقه. هذا الفتات نديروه في الحواشي تاع الحبه تاع الملفاي باش تجيني فيني. شوفوا معايا كامل الحبات هنايا راهي شاده روحها الكريمه، راهي بزاف هايله. مام الحبه تاع الملفاي راهي غايه. شوفوا هاد الوصفه بزاف شابه ان شاء الله جربوها. انايا صراحه كل مره نصنع نخدم هاد لاباط فيتي ما لازمش نضيع بلا ما ندير حاجه حلوه بها. شوفوا نكمل كامل الحبات اللي عندي ورايحه نديرو في هذاك لو فوندون. حبيتي شريه ولا اخدميه، راح ان شاء الله نوري لكم طريقه سهله وبسيطه باش راح تشد اليد وما تجيش مكلفه وتجيك بزاف هايله. بون انا نكمل هادو الحبات ورايحه نحطهم بجيه. شوفوا هنايا ما توسوسوش من الملفاي تتحرق لك مش راح كامل تبان هذيك البنه. بون انا عندي هنايا السكر غلاس للامانه ما غربلتو ما والو باسكو راح بالماء يتخلط كلش. بون ندير شويه تاع الماء ما عادي من روبيني من البارد كيما حبيتي. ابداي ديري غير بالعقل وراكي تخلطي وشوفي القوام. لازم القوام تاع السكر غلاس يجيك ثقيل كيما القوام تاع الطريه اللي نديروها في الكعكات ولا في الاخر. شوفوا ديري غير بالعقل وراكي تشوفي. الا جرى معك زيدي ديري السكر ما كان حتى مشكله. وإلا جاك ثقيل بزاف زيدي ديري الماء قطرات فقط. شوفوا انا غير بالعقل قطرات راني نزيد فيهم. شوفوا هنايا نحي شويه بعد اللي نخلط وندير مع شويه تاع الكاكاو على جال هذاك الزيكزاك ما تكثريش باش يدي معاك كميه كبيره. شوفوا حلي كامل هذوك الحبيبات اللي يكونوا فيهم. الا حبيتي تغربلي غربلي، انايا ما غربلتوش. شوفوا ديري فقط قطرات. شوفوا وبداي تخلطي. ونصيحه ما تخدميش بكميه كبيره، خدمي غير بالعقل. الا زايد لك ما عندك ما راح ديري بيه راح ترمي. الو خدمي غير بالعقل ينقص معاك وما يجيكش بالفايض بزياده. شوفوا هذا هو القوام انا اللي راني حباته. راح ندير هنايا تقريبا 2 مغارف صغار كيما هكا. نزيد عليها شويه تاع الكاكاو مغرف صغيره كامل هذيك تاع القهوه ونبدا نخلط. هنا الا جاك ثقيل زيدي عليه قطرات تاع الماء. شوفوا راح نديرها في البوش باش نخدم به لي زيكزاك. شوف انا جاني ثقيل بزاف، راهو ثقيل بزاف ما يقدرش يتمشى معايا. نحي ندير فيه قطرات من الماء. شوف ومن بعد نحطوه في البوش كيما قلت لكم. انا عندي هنايا ساشي كملوا لي دوك لي بوش باسكو ما مشيتو راهم يجوا عيانين يتقطعوا. بون المهم انايا ندير هنايا بالمغرف فقط تمشي بهذه الطريقه. وهنايا ضروري انك ترجعيهم للثلاجه. انا كانت شويه الكوزينه سخونه معايا ساحلي شويه هذاك السكر وهبط معايا. شوف تمثم غير تخدمي الطبقه الاولى روحي ديري الزيكزاك باش ما ينشفش معاك هذاك السكر. ومن بعد كي تبداي ديري في الزيكزاك يبدا شغل يتكسر معاك.
شوفوا خدمي التمثال بهذه الطريقه، ديري زيكزاك، احكمي ان كيردون وبداي ديري تروحي هكا وترجعي باش يجيك هذاك ليفي تاع الملفاي. شوف انا هنايا للاشاره كنت درت حبات من الحجر هذاك تاع الحلوى، ومن بعد ما عجبنيش كنت نحيته، سيت فيه واحده فقط، ولكن من بعد رجعت كنت خلي الملفاي يجيني سامبل خير. بنفس الطريقه ندير ثاني مغرف، تقريبا تجيك مغرف معمره. من هاد المغرف جايه شويه كبيره بنفس الطريقه، ومن بعد راح ندير زيكزاك بالشوكولا. ونفس الشيء مع هذا اللي راح كيما قلت لكم نقسمهم زوج حبات. ندير هنايا السكر هذاك الفوندون تاع سكر غلاس، نمشيه وندير زيكزاك ونخليه يبرد معايا باش نقطعوه. هنا لازم الملفاي كي ديري تاع هذه تاع لي ترونش خليه يبرد. ان شاء الله راح نعاود لكم نديرو فقط الملفاي هاد المره. شوفوا هنا خليه يتمشى، حاولي انك ما توشيش بزاف باش ما يخسرلكش السطح. شوف ومن بعد بدايك شغل تنفضي فيه باش يتمشى معك. شوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد راح نحكم هذاك الشوكولا اللي كنت درتها في فوندو وندير زيكزاك، ومن بعد نخدم بالكيردون. شوفوا معايا، ومن بعد راح نقطعو ونحي الحواشي وتشوفوا معايا الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. كنا درنا ملفاي يوالم المناسبات والافراح، سيرتو النجاحات تاع الباك والبوم. حبيتي ديري حفله زيدي ديري هذا الملفاي مش راح يشد معك الوقت. انا هنايا في الاول كنت خدمته هكا ومن بعد عاودت مع اتاي. المهم ما كنتش صور، درت فقط صور ما درتش فيديو. شوفوا معايا كيفاش تجينا الطبقات باينين في الصوره كما شفتوهم معايا هنا في التصوير. الفيديو ما كانش باين معانا مليح. شوفوا كما قلت لكم هنايا هذه هي الوصفه توالم المناسبات والافراح. هذه هي الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. ان شاء الله راح نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. ربي يدوم ان شاء الله الافراح والمناسبات السعيده على كامل البيوت الجزائريه. تهلاو في روحكم، سلام.